جاتا فايس سيتي او جاتا 7 او جاتا 12 او جاتا 5، بص هي ليها مليار جزء، وده طبعا بسبب شعبيتها. انت لحد دلوقتي لو سالت اي حد تقول له يا اسطى تعرف جاتا، هيقول لك ايوه دي بتاع حرامي العربيات، والاسم ده بقى احنا اللي بصمناه على اللعبه دي، ده بلا فخر يعني. انا كل ما اسمع الاسم ده افتكر حاجه واحده، وهي شخصيه واحد اعرفه، او مش واحد بصراحه، هو كان الله انت هتفضل تلمح لنا كده يا عم بليتزو؟ ما تقول فيه ايه. بمنتهى البساطه لما كنت في ابتدائي كان في بني ادم كده كنت مسميه البلاعه، وانا لما كنت انزل الفسحه واطلع بقى تعبان وجعان وعايز اكل، ما الاقيش سندوتشاتي في الشنطه. هي مش سندوتشاتي بس، هي سندوتشات الفصل كله. فالباشا كان بيستنى لحد ما الفصل ينزل ويلم يا ابني السندوتشات اللي في الشنطه، كان بيمحيها من الوجود حرفيا، ما يسيبش اثر. المشكله بقى ان ما حدش كان بيقدر يتكلم معاه، وده لان هو كان عجل، فكنت بضطر اسكت. فده يخليني كل ما افتكر حرامي العربيات، ايوه هو حرامي السندوتشات. فخلينا نركز في النسخه الاصليه للعبه، وهي جي تي اي فايس سيتي. اللعبه دي بقى هي كانت رايقه روقان كده، بالذات لما تغيب من المدرسه وتعمل نفسك مريض عشان تلعبها وتهيص لوحدك. كنت فاكر انت محدش بيعمل الحركه دي، والشعب كله اصلا كان بيعملها، بس بامانه كانت حركه صايعه. فكنا كل ما نلعب اللعبه دي نعمل حاجه كده مستحيل تتعمل على ارض الواقع. اي حد يجي قدامك في اللعبه كنت لازم تقتله. طب هو عمل ايه؟ ما عملش حاجه. واحد ماشي ومش طايق نفسه تقوم عامل معاه واجب وتريحه من الدنيا. بس كانت واقفه قدامنا مشكله، وهي ان دمك بيقل كل ما تضرب حد. ما انت بتضربه مش هيقول لك تعالى احضنك، اكيد هيرد لك الضربه. ومش هو بس، ده كمان البوليس اللي كنت بتلففه وراك المدينه كلها 8000 9000 مره كده، مره بالدبابات ومره بالطيارات ومره بالسفن واي حاجه بتمشي عشان يجيبوه. مش بقول لك كنا مرضى نفسيين؟ ما انت مش عملت فيها عبد موته؟ استلم يا باشا. المفروض بقى نمشي في حالنا وما نعملش مشاكل ونعمل المهمات اللي الشركه حطاها ونسكت. فيقوم شويه مطورين الله يمسيهم بالخير عملوا لك جاتا 7 دي بقى، شالوا منها المهمات وخلوك ضد الميه، ضد النار، ضد الحشره، ضد الفار. الشرطه لو جابت ار بي جي ونزلت فيك هاتتك بتتك هتفضل ثابت معلم، مش هتموت. ده احتمال هم اللي يموتوا مغلوطين. وبسبب النسخ الكتير اللي اتعملت للعبه دي انا كنت هنجلط برضه. هتقول ستوب يا بليتزو، انت بقى بتتلكك. انت موجود عندك لعبه انت فيها بطل خارق، بتطير وبتنزل موتوسيكلات براحتك وما بتخسرش، ايه اللي يجلط فيها؟ انت مشكلتك انك مش بتصبر عليا. ده لان في يوم مشمس وجميل كنت بلعب جاتا الاصليه اللي هي فايس سيتي، وكنت بلعب بقى في المهمات ومندمج، ووقفت عند مهمه معينه وقلت يعني اكملها بكره. صحيت تاني يوم ولقيت الكمبيوتر بيمسي عليا ومسقط نسخه. وحوار ان الكمبيوتر يسقط نسخه ده حوار ابن مؤذيه لوحده. وباختصار شديد جدا، انت بتقعد تشيل الكيسه توديها الصيانه عند عمك ابو نضاره بتاع الويندوز، تستنيه يعمل الويندوز، تفضل مستني 3 ايام الله اعلم خلصت ولا لا، ولو ما خلصتش تستنى 3 ايام كمان، وتقوم تديله 30 جنيه وتاخد الكيسه تشيلها على كتفك لحد ما يتكسر وترجعها البيت، وتوصل الوصلات المعقده بتاعتها اللي داخله في بعض، وما تعرفش بتركب فين، وتقوم تجرب وتفتح، ولو ما فتحتش تعيد الحوار ابن ده تاني، وتخلع السلوك اللي قعدت ساعه توصل فيهم وتديها له تاني، وتجيبها وتركبها لحد ما تشتغل. واخيرا اشتغلت والنسخه الجديده ركبت. هنا بقى انت بتاخد اكبر خازوق في حياتك، الالعاب كلها بتتمسح. يعني تكون منزل العاب ب 50 جنيه وتلاقيه مسحها، وتيجي تكلمه ويقول لك كده حوار لحد ما يحاول يقنعك ان اللي حصل ده طبيعي. عشان تحمل العاب وقتها كان في 3 طرق تقدر تنقلها بالفلاشه والسي دي، والطريقه الاخيره اللي هي الهارد. انا وقتها لا كان عندي فلاشه ولا عندي سي دي، فكنت بضطر اخد الهارد، لكن ما كانش عندي خبره وقتها في الصيانه وفتح الجهاز والتركيب والخلع. فكنت بعمل ايه؟ تقعد تشيل الكيسه وتوديها الصيانه عند عمك ابو نضاره بتاع الويندوز، تستنى. بس حليت المشكله دي واشتريت لي فلاشه بعدين، فخدتها وحملت من عنده جاتا علشان اكمل المهمات واختمها، والاقيه حمل لي النسخه المعدله اللي ما فيهاش مهمات. وانا كان تفكيري محدود وقتها، ما اعرفش ان الاصليه اسمها جي تي اي فايس سيتي. كل شويه حمل لي نسخه معدله ارجع له مش دي اللي انا عايزها، حمل لي نسخه ثانيه ارجع له مش دي اللي انا عايزها. اما حمل لي كل نسخ جي تي اي فايس سيتي اللي عنده. طبعا ممكن الكمبيوتر يسقط نسخه كمان بعد شهرين 3 على حسب مزاج الباشا اللي عملك الويندوز. لو مزاجه رايق اضمن انها ممكن تطول معاك. واحنا كده اتكلمنا عن المعاناه اللي خارج اللعبه، نخش بقى على المعاناه اللي داخل اللعبه. لعبه جي تي اي فايس سيتي معروفه ومشهوره بانها لعبه ذات مهمات سهله جدا، ومن ضمنهم مهمه الطياره، مهمه سهله جدا جدا. يعني لو قلت لي تقدر تخلصها في كام يوم اقول لك 6 7 سنين كده. المهمه دي انت ما بتسيبش زرار على الكيبورد الا لما تدوس عليه. انا هنا مش بتكلم عن الناس الاغنياء اللي كان عندهم دراعات، انا بتكلم عن الغلابه اللي كانوا بيلعبوا بالكيبورد. وعشان تعرف تسوق الطياره الصباع الاول بيكون على حرف الاي، والصباع الثاني هتلاقيه على حدود ليبيا كده، يعني هتكون قاعد كده فارد ايديك الاثنين زي الروبوت. ودي بس السواقه. انت مطلوب منك ايه بقى؟ انت مطلوب منك تسوق الطياره وتشيل القنبله من ال5 قنابل الموجودين، وتدخل المبنى كده ما تكونش عارف وشك من قفاك وما تعرفش تطلع منه، ولو عرفت تطلع ترجع تاني وتاخد القنبله الثانيه ونفس الموضوع. وفوق كل ده بيكون حاطط لك تايمر. احمس ايه احمسين. انا كان مطلوب مني كطفل اعمل كل ده، حاجه في منتهى العبث. المهمه دي بجد كنت بفكر امسح اللعبه بسبب كميه الصعوبه اللي فيها، كانت مهمه شبه مستحيله. علشان تعرف تحلها كنت محتاج بس تجمع صحابك وكل واحد يبقى مسؤول عن حاجه. انت يا ابني انت مسؤول عن القنبله، وانت يا ابني انت مسؤول عن التحكم، وانت مسؤول عن اللف بالطياره. لو انا كانت بان قدامك انها طياره عاديه وكيوت جدا، لكن عشان تعرف تتحكم فيها
فيها ده تقريبا اصعب من انك تتحكم في طياره حقيقيه. انا مش صعبان عليا في الحوار ده كله غير الكيبورد الهيكوبي الغلبان اللي محطوط تحت ايادي 4 اطفال هيخلوه عجينه. انت لو مكان الكيبورد كنت هتقبل يحصل فيك نفس الموقف يا عديم الكيبورديه؟ يا ريت حتى ايادي الاطفال دي كانت كويسه، ده كانت بتبقى ايادي مع فتافيت شيبسي اللي كانوا بياكلوه وهم جايين لك. دلوقتي نقف ضيع احترام للكيبورد الغلبان اللي كان بيموت تحت ايدينا، وسيبك من مهمه الطياره دي خالص وركز مع الراجل ده اسمه لانس، راجل غدار وابن لذينه، وهتعرف ليه بعدين. الراجل ده كان صاحب تومي فشخ اللي هو جاتا يعني. تعرف البيست فريند عند البنات كده كان نفس الموضوع بس مع تومي ولانس. تومي كان بيقول ده اخويا اللي ما جابتوش امي وابويا، فيقوم الراجل ده يتخطف، وطبعا الباشا تومي لازم يساعده عشان ما يبقاش ندل. ودلوقتي بقى نخش في تاني افضل مهمه عرفتها التاريخ. انت بتكون سايق عربيه والمفروض تخش وسط العصابه بتاعتهم وتاخد لانس، وده وانت لوحدك. اول ما تخش هتلاقي 2 بيمسوا عليك برشاشات، بعدها بثانيتين هتلاقي نفسك عند الرفيق الاعلى. طب لو عرفت تعدي منهم عادي، هيكون مستنيك 30 40 50 واحد ماسك رشاشات زيهم. خلاص فل، انا دلوقتي عرفت اخد لانس وركبت العربيه وخلعت. المفروض كده تكون المهمه خلصت. طول ما انت ماشي ومروح بيها هتلاقي اكتر من خازوق ظهر لك، واحد بقى ماسك لك رشاش، عربيه عماله تخبط فيك طول ما انت ماشي، ممكن تخبط عربيه شرطه وانت بتعافر معاهم من غير قصد وتبقى المصيبه مصيبتين عادي يا باشا. كل ده برضه فيه تايمر، يعني ايه؟ يعني انت هتتفشخ. انا معاكم ان مستوى الصعوبه ده اللي بيحلي اللعبه لكن ما يبقاش اعجازي. المهم وبعد كل ده هيغدر بيك في الاخر. عرفت ليه قلت عليه ندل؟ هو ده بالظبط البني ادم اللي موجود في كل شله، تقول ده اخويا وحبيبي وفي الاخر يركبك قطر 6 الا تلت. كوميديا سوداء حرفيا. ولكن مع تحقيقاتي الدقيقه وملاحظاتي المستمره اكتشفت شيء غريب جدا وهو الخيانه. انا معرفش ايه حوار الخيانه في سلسله اجزاء جي تي ايه، تقريبا معظم الاجزاء لازم يكون فيها غدر من شخص، يعني تحس ان القصه بقت معروفه، يكون عندك صاحب فشيخ تكون اخوات وفي الاخر يديك قرار ازاله. لو لاحظتوا هتلاقوا الموضوع ده اتكرر تقريبا في كل اجزاء جي تي ايه، واشك ان جي تي ايه 6 اللي هتنزل قريب هيكون فيها نفس الموضوع. الغريب ان مع كل اللي قلته لك ده فلعبه جاتا فايس سيتي بالنسبه لي، وانا بكرر تاني بالنسبه لي دي احسن نسخه جي تي ايه لعبتها. شايف نازل تكتب لي في الكومنتات تقول لي جي تي ايه سان اندرياس اجمد. كل واحد ليه ذوق، فما تحبكهاش كده ومشي الدنيا. بس استنى احنا ذكرنا الجليتشات؟ ما ذكرناهاش، دي كانت هتبقى مصيبه لو قفلت الفيديو ما ذكرتهاش. جي تي ايه فايس سيتي بتتميز بشيء خلاني اطلع من هدومي، وهي الجليتشات اللي بتحصل في نص الجيم. تكون سايق العربيه مره واحده هوب تلاقيها اختفت، تكون مقلوبه على ظهرك وانت سايق العربيه تلاقيها ولعت. سؤال، العربيه مقلوبه، ايه المشكله انها مقلوبه علشان تولع وتخليني اطلع وركبي بتخبط لا تفرقع وانا بطلع منها؟ ولما تشوف 2 راكبين موتوسيكل وتقوم مديهم كتف قانوني ويطيروا ورا الموتوسيكل، بيطيروا فعلا يعني حرفيا لو ده كتف من هالك ذات نفسه مش هيطيروا المسافه دي. ومش كده وبس، ده لما تركب الموتوسيكل اللي فشخت الناس اللي كانوا راكبين عليه تلاقي صاحب اللي كان بيسوق جاي يركب وراك، هو يمكن الكتف اثر عليه او على دماغه فاحسبني صاحبه والله اعلم. ولو فاكر ان الجليتشات دي حاجه فعمرها ما هتيجي حاجه جنب الشفرات، ولو جيت اتكلم عن الشفرات فدي حرفيا محتاجه فيديو لوحده. لكن بعيد عن اي حاجه الشفرات دي كانت اجمد حاجه حصلت في اللعبه دي. الراعي الرسمي لقتل الملل، تكون قاعد كده والجو جميل في اللعبه والناس ماشيه في حالها والدنيا زي الفل وتفكيرك المريض يبدا يشتغل وتقوم عامل شفره تفجير السيارات، تلاقي نفسك قتلت اكتر من 50 واحد في ثانيه واحده. والجيل الجديد مش هيعرف قد ايه احنا كنا بنتعب علشان نجيب الشفرات دي. يعني على سبيل المثال هتلاقي دلوقتي الاطفال كل واحد معاه ايفون ومعاه فلوس تاكله وتاكلني انا كمان وعايش بكل امانه باشا. انا بقى لما كنت في سنه كان معايا ايفون برضه بس اللي كان بيغني ده كان جامد جدا، يعني يخرب بيت العظمه محدش هيحس الاحساس ده من الجيل الجديد. فاحنا لما نحب نجيب الشفرات دي كنا بنكتبها حرف حرف في ورقه كده، يعني متخيل احنا كنا بنعمل ايه؟ احنا كنا بنصنعها بايدينا ونكتبها. انا اعرف 2 زمان كانوا اول ما يشوفوا بعض يقلبوا WWE علشان كان فيه واحد فيهم مش راضي يديه الشفرات يكتبها، ولكن انا كنت بعمل حركه صايعه في منتهى الذكاء، اخش على جوجل واكتب شفرات جاتا 7، وده لان انا وكام واحد كان عندنا نت، فكانوا صحابي يشوفوني كده بطل خارق، كنت بتحس كده نفسك ان مفيش منك 2 في هذا العالم. واشوفك على خير.